تحت شعار بقيادة المرأة الكردية هي ضمان لتحقيق الوحدة الوطنية الكردية. يعقد الآن هذا الكونفرنس الذي يعتبر التاريخي من نوعه في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، وهذا المؤتمر يعتبر أيضا هو من إنجازات ونجاحات النساء الكرد وبشكل عام نساء شمال وشرق سوريا. الآن يعقد هذا المؤتمر في حديقة آزادي في قامشلو بحضور جميع النساء من كافة المؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والممثلات الأخرى من كافة الحركات التنظيمية. في البداية سعيد بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت لأرواح شهداء الحرية وشهيدات الحرية، كما تم مباركة هذا المؤتمر على دماء شهداء الحرية الذين ناضلوا خلال منذ بداية ثورة روجافا وحتى الآن الذين يقاومون أيضا في سد تشرين وجسر قرقوزاق. كما ذكرنا في البداية تم الوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة الوضع السياسي من قبل عضوة في الديوان من قبل ريحان، ومن ثم تم فتح باب النقاش للحاضرات لمناقشة الوضع السياسي وأخذ الآراء لتقييم النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة خلال ثورة روجافا. ومن ثم سوف يتم قراءة وثيقة وسيتم الموافقة عليها، وإن مبادئ الوثيقة تتضمن هوية وثقافة المرأة الكردية، الأمة الديمقراطية، التدريب وعلم الجينولوجيا، الحياة الحرة، النضال ضد انتهاك حقوق المرأة، وكذلك أيضا اقتصاد المرأة وغيرها من المبادئ الأساسية العامة للمؤتمر الذي يعقد الآن. ولوضعنا في ضمن إطار هذا المؤتمر أكثر ستنضم معي مباشرة ضيفتي هيفين رشيد، وهي أحد عضوات حزب الاتحاد الديمقراطي هنا. في البداية هيفي أرحب بك على شاشة فضائية روجافا، لو تضعينا أكثر في إطار هذا المؤتمر الذي يعقد الآن. وهذا الكونفرنس يعتبر لنا خطوة هامة لكي نضمن حقوقنا التي سلبت منا، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية. طبعا بنضال ومقاومة المرأة سنستطيع حل جميع القضايا العالقة منذ عقود أو منذ سنين، لأن المرأة تمثل البوابة الأساسية للديمقراطية والحرية. دائما كانت المرأة الكردية قدوة وسباقة في خطواتها، ولذلك سيكون هذا الكونفرنس تحقيقا للوحدة الوطنية، وسيكون الوحدة الوطنية خطوة هامة أيضا في هذه المرحلة. وأخيرا نأمل بانعقاد هذا الكونفرنس بطرح وتطبيق قرارات مناسبة لتطبيق الوحدة الوطنية، وقرارات تمثل المرأة التي ناضلت وجاهدت كبيرا في هذه المرحلة الراهنة.